النهاردة معانا وصفة النودلز الزجاجية. النودلز دي هتعجب ناس كتير وخاصة اللي بيعملوا دايت لأنها خاصة أوي بتوع الدايت. النودلز الزجاجية دي موجودة في المولز الكبيرة والسوبر ماركتس الكبيرة، وهي خاصة بالدايت. في منها نوعين، نوع بالرز ونوع بالصويا. اللي بالصويا خاصة بالرجيم أكتر من الرز. كل 100 جرام منها فيه 45 سعر حراري. أظن الشكل بيتكلم عن نفسه، يعني اللي عامل دايت ملوش حجة، يعني هتعملوا رجيم بدون حرمان، يعني هياكل وهيخس. المهم كل 100 جرام زي ما قلنا في 45 سعر حراري، يعني ولا حاجة. يعني التفاحة فيها 89 سعر حراري. طيب خلينا ندخل في الوصفة على طول عشان ما كترش عليكم الفيديو. الوصفة دي فيها طبعا جمبري ممكن الاستغناء عنه، خلينا متفقين كده. طيب هنا جبت جزراية كبيرة وربع كرات. الكرات ده مش زي بتاع الطعمية، الكرات ده مختلف شوية، هو ده كرات رومي، هتلاقوه ان شاء الله، اسألوا عليه، اتمنى تلاقوه. انا حطيت لكم صورته فوق. هنقطعه تقطيع طولي الجزر وبرده الكرات بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا جبت 4 توماتو قطعتهم حتت صغيرة، 200 جرام جمبري، حطيت عليهم الثوم اللي انا فرمته، ربع معلقة ملح، ربع معلقة فلفل أسمر، ربع معلقة شطة، وهجيب 3 معالق سويت اند ساور. الصوص ده حلو بيخليه جميل جدا. هنتبل الجمبري، وبالمناسبة احنا ممكن نستغني خالص عن الجمبري ونحط بداله دجاج. طاسة فيها معلقة زبدة وعليها معلقتين زيت. هنزل بالجمبري المتبل يدوب دقيقتين 2 وهطفي النار لأنه مش بياخد سوا، لأنه أكتر من دقيقتين هيشد. حلة فيها مية مغلية، هحط النودلز والخيط ده مقاوم للحرارة، ممكن يتغلى بيه، ممكن تشيلي معلقة ملح صغيرة، مكعب مرق على حسب الرغبة. هحط النودلز 5 دقايق واطلعها اصفيها. حلة فيها معلقتين زيت وهنزل بالجزر المتقطع، يدوب برضو تقليبتين. هنا الاكل الاسيوي لازم يبقى بيقرش كده. انزل بالكرات اللي تقطع تقلبتين برضو، يدوب بس يدوب يدبل يعني ما يستويش. انزل عليه بالجمبري زي ما انتوا شايفين، اقلبه برضو تقلبتين يدوب يندمج مع باقي المكونات، وانزل عليه بالنودلز الصيني اللي احنا سلقناها، النودلز الزجاجية اللي قلنا عليها، وهقلبه برضو تقلبتين، وانزل عليه ب3 معالق صويا او 4، بس انا هنا حطيت واحدة لانه كان تقيل قوي بتاعي. نص مكعب مرقة دجاج. هنخلط المكونات مع بعض كويس قوي عشان كل المكونات والصوص تندمج مع بعضها وبس. وبالهنا والشفا. بصراحة وصفة جميلة، وفي وصفات تانية كتير للنودلز الزجاجية هعملها لكم بعد كده. وصفة الكاري الشهيرة بصراحة أنا يعني بفضلها، يعني ما ببقى محتارة بروح أعملها على طول. روعة روعة، أنا كنتش مفكرة إن هي جميلة أو بالطعومة دي، لأ حلوة بجد تستاهل. ان شاء الله هعملها لكم في الفيديوهات الجاية. استنوني في فيديو جديد، واتمنى منكم شير ولايك واشتراك في القناة عشان القناة تكبر بيكم، واتمنى ان اكون ضيفة خفيفة عليكم في الفيديوهات بتاعتي القادمة. ولو عايزين الفيديوهات كلها تكون بصوت اكتبوا لي وانا اعملها بصوت، عاوزينها تكون صامت افضل نعملها صامتة. والى اللقاء في الفيديو القادم، سلام عليكم.